بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد جدا أن أكون من الذين يعملون في هذا المعرض، معرض التعليم الدولي الرابع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ونغطيه تغطية إعلامية طبعا للشركة السعودية للأبحاث والنشر ومجلة سيدتي أيضا واقتصادية. من خلال تجوالنا في المعرض طبعا بطبيعة الحال التقينا في جناح مدرسة الحسن بن علي. هذه المدرسة التي تصنف من أفضل 10 مدارس على مستوى المملكة العربية السعودية ولله الحمد، من مكة المكرمة طبعا، من أطهر بقعة على وجه الأرض أيضا. ليش لا؟ وهي يعني هي طبعا تعتبر من المدارس الأولى تقدر تتميز به بكثير من الميزات، وهي تضم كوكبا من الطلاب الذين شرفوا بلد الظاهرة، أمثال الأخ مصعب الشهراني، الطالب المتميز، الطالب المقدم في هذا المعرض، في هذا الجناح طبعا. له كثير من المشاركات الناجحة ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أخونا طالب مصعب ورفاقه الكرام في مدرسة الحسن بن علي، والقائمين على مدرسة الحسن بن علي من أساتذة وطلاب وأولياء أمور أيضا لا ننساهم طبعا. وكل الشكر للإخوة في معرض أو في جناح الحسن بن علي لإتاحتهم لنا الفرصة للحديث، وأيضا التعرف على مدرسة الحسن بن علي. لأول مرة إننا نتعرف على مدرسة بهذا الشكل في هذه البلاد الطيبة. لا أطيل كثيرا عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق، أتمنى لهذا المعرض والقائمين عليه اليوم الختام طبعا النجاح والتوفيق، ونتمنى أنه نلتقي في أوقات أخرى إن شاء الله. أخوكم بشير صالح، مصور صحفي.